السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا بارك الله فيكم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صدق الله العظيم. فأنت اعتذر. يلا امشي، يلا امشي، يلا امشي. والله ما بيفهموا، والله ما بيفهموا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله. أولا جزاكم الله الفردوس على ما تقدمونه من علم ومن بيان للناس. الله يبارك فيكم. يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنا أرجو منك يعني أن تكون حليم معي في كلامي دقيقة واحدة، ولن أذكر أسماء إن شاء الله عز وجل. إن كنت ستتكلم في هذا الموضوع السابق سأغلق فورا. لا لأن موضوع كل شيء قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقتنا مهم لدينا، وقتنا مهم لدينا، وقتنا مهم لدينا. انتبه، إذا تكلمت في الموضوع السابق سأغلق في الحال. ليس وقتي عرضة للضياع. لن أتكلم لا على الأشخاص ولا على الفتنة الحاصلة، لكن بيان صغير فيما قلت أنت عنه بالأمس. كان في شيء يعني وصل إليك بطريقة مقتصة للأمانة والدين نصيحة. عفوا أنا لا أحتاج نصيحتك لأنني سمعت بنفسي وبأذني. يمكن واحد فيكم يا إخواني يرسل ابنه إلى الأزهر ليتعلم الدين، هو مو عرفان. هو يشوف أزهر ومشايخ. الأزهر مؤسسة دينية فيها مشايخ إسلامية، مشايخ يدرسون دين قرآن، فيرسل ابنه فيتخرج على هذه العقيدة الكفرية الشركية التي هي من أخبث. يعني لو أرسل، والله العظيم أنا أعتقد أنك لو أرسلت ابنك إلى كنيسة فتعلم دينهم واعتقد دينهم أخف شرا من أن ترسله إلى مثل هذا الذي تظن أنه مسلم وهو يدرس في مسجد فيتعلم عقيدته وينشرها بين الناس، إذ أن عقيدته شر من تلك العقائد. هم قالوا لله ولد، هذا يقول أن الولد هو الله، لا إله إلا الله. فلا داعي. أي شيء يتعلق بهذه الفتنة تزيحه يا عبد الرحمن، زيحه تماما. أي شيء يتعلق بهذه الفتنة ما فاضيين لهم أصلا. في علم شرع يريد بس، كل شيء له قدر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله عليكم. بالله يا عبد الرحمن، أي شيء على هذه الصفحة يتعلق بهؤلاء الأشخاص تزيله تماما، لأن ديننا مش مقاصر على شخصين يتهتران. ديننا خلاص أعظم من ذلك ولسنا بمسؤولين عنهم. نحن ضيعنا أوقات كثيرة في الحديث، لكن لعله خير إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أخذت. تفضل. الناس ما فاضية لهم، في أمور تانية للمسلمين يحتاجون إليها. وللأسف في هناك يعني أشخاص يكذبون من هنا وأشخاص. المهم يعني نعرف المواضيع شكلها كيف تكون. نعم. ودخل فيها الشيعة ودخل فيها الخوارج ودخلت فيها فئات متعددة، فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين من هذه الفتن. مسلمين مشغولون. أيضا